هذه إذاعة إرنا. الفضليات والأفاضل مستمعي ومتابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 10 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نقدم لكم ابتداء نشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص الجزء الأول لتناول الذكرى 33 لعملية فنقل والتي أدت إلى تحرير مدينة مصوع التاريخية. ثم نقدم لكم في الجزء الثاني تقريرا وتعليقا خبريا حول القمة 33 لرؤساء حكومات ودول القارة الأفريقية. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الاحتفال بالذكرى 30 لملحمة تحرير مدينة مصوع التاريخية. قمة رؤساء الحكومات والدول الأفريقية تتواصل في أديس أبابا. تباين التداعيات في العاصمة السودانية حول لقاء البرهان نتنياهو. أخيرا الحكم على إريتريين 2 بالسجن لمدة 12 عاما على خلفية قتل مهاجر سوداني في فرنسا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. يحتفل الإريتريين اليوم في الداخل والمهجر بالذكرى 30 لتحرير مدينة مصوع، والتي تصادف سنويا 10 من فبراير من كل عام. ففي مثل هذا اليوم من عام 1990 قامت وحدات من الجيش الشعبي والقوات البحرية الإريترية بشن هجوم بري وبحري على القوات الإثيوبية المتمركزة في مدينة مصوع تحت اسم عملية فنقل، والتي تعني الاقتلاع باللغة العربية. وانتهت هذه العملية البطولية بإحراق مقر القوات البحرية الإثيوبية في جرار وتدمير القوات البحرية الإثيوبية وتحرير المدينة، الأمر الذي فتح الطريق أمام تحرير المدن الأخرى كعصب وأسمرة وجلال الاستعمار الإثيوبي في مايو من عام 1991. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. بدأت في يوم الخميس الماضي الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية لرؤساء الحكومات وزعماء الدول، والتي بدأت يوم أمس الأحد وتتواصل اليوم، وهي القمة 33 للزعماء الأفارقة. وتعقد هذه القمة تحت شعار إسكات البنادق من أجل قارة خالية من النزاعات. وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء قد افتتحوا القمة باجتماعهم التمهيدي والذي عقد يوم الخميس الماضي. وتبني الدول الأفريقية آمالا عريضة على هذه القمة، كما قال الأمين العام للاتحاد الأفريقي السيد موسى فكي. للمزيد أيضا حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. أفاد موقع بوابة أفريقيا الإخباري والمتخصص في الشأن الأفريقي بأن المتحدث باسم الحكومة الانتقالية السودانية فيصل محمد صالح أكد أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبادرة شخصية ولم يستشر أحدا. وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية: لقد فوجئنا بهذا اللقاء وعقدنا اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء 4 من فبراير لمناقشة تداعياته، ثم التقينا بشركائنا في قوى الحرية والتغيير وتطابقت مواقفنا، ثم طلبنا اجتماعا مشتركا مع مجلس السيادة. وأكد المتحدث باسم الحكومة أن رئيس مجلس السيادة قام بهذه المبادرة بصفة شخصية ولم يستشر فيها أحدا، وأنه يتحمل مسؤوليتها، وقال أنه فعل ذلك لاعتقاده أن في ذلك فائدة للشعب السوداني. وأضاف أن اللقاء كان استكشافيا، وأنه لم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية، وأنه يترك ذلك للأجهزة المختصة للتقرير فيه. وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية
أن الحكومة تفاجأت باللقاء الصحفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة في 5 فبراير بالقيادة العامة، وقدم فيه إفادات مختلفة عما ذكره في اللقاء المشترك. وأوضح أن أمر العلاقات مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاص الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري. من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش السوداني عمر محمد الحسن أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني، لكنه قال أن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة، وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العالة الإسرائيلية مجاله الجوي. وأضاف أن السودان لم يعلن التطبيع الكامل مع إسرائيل، ولكن ذلك مجرد تبادل للمصالح. حكمت محكمة في شمال فرنسا في 5 من الشهر الجاري على إريتريين 2 بالسجن لمدة 12 عاما على خلفية شجار أدى إلى قتل مهاجر سوداني طعنا بالسكين. وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على الجناة في معسكر الغابة الشهير في مدينة كاليف في أكتوبر من عام 2016، حيث اندلع شجار بين مهاجرين سودانيين وإريتريين واستخدمت فيه العصي والسكاكين، حيث طعن مهاجر سوداني وتوفي في مستشفى المدينة، وقبض على الجناة واستمرت محاكمتهم حتى فبراير الجاري، حيث صدر الحكم عليهما بالسجن، والرجلان في الثلاثينات من العمر. بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الاحتفال بالذكرى 30 لملحمة تحرير مدينة مصوعة التاريخية. قمة رؤساء الحكومات والدول الأفريقية تتواصل في أديس أبابا. تباين التداعيات في العاصمة السودانية حول لقاء البرهان نتنياهو. أخيرا، الحكم على إريتريين 2 بالسجن لمدة 12 عاما على خلفية قتل مهاجر سوداني في فرنسا. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الفضليات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث، ونخصصها لتناول أهم أحداث الأسبوع الماضي. وفي الجزء الأول من حلقة اليوم نتناول الذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية. أما في الجزء الثاني نقدم لكم تقريرا وتعليقا حول القمة 33 لرؤساء حكومات ودول القارة الأفريقية. متابعة طيبة. هذه إذاعة إرينا. يحتفل الإريتريون اليوم في الداخل والمهجر بالذكرى 30 لتحرير مدينة مصوع أو عملية فنقل التاريخية، وهي العملية العسكرية التي قام فيها الجيش الشعبي لتحرير إريتريا برا وبحرا، وتحررت بموجبها مدينة مصوع الميناء الأكبر والتجاري لدولة إريتريا في 10 من فبراير من عام 1990. ففي هذا اليوم قامت قوات برية مدعومة بالدبابات والمدرعات الثقيلة بشن هجوم حاسم على مدينة مصوع على المحور البري، وهجوم آخر بواسطة القوارب السريعة المنصوب عليها مدافع من عيار ثقيلة استخدمت في مطاردة القطع البحرية الإثيوبية. وانتهت العملية بتدمير مقر قيادة القوات البحرية الإثيوبية في جرار، وكانت بحق إنجازا تاريخيا للشعب الإريتري والجيش الشعبي لتحرير إريتريا، حيث دفع غوافل من الشهداء في تحرير المدينة. وكانت أشرس المعارك هي التي دارت حول الملاحات بالقرب من قيادة القوات البحرية الإثيوبية وفي مدخل طوالوت عندما دارت معارك الدبابات، وانتهت باقتحام المدينة وتحريرها واستسلام الجنود الإثيوبيين فيها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. حاول الجيش الشعبي لتحرير إريتريا تحرير مدينة مصوع في عام 1978 في معارك سالين الشهيرة، وذلك عبر المحور البري فقط، حيث تقدمت كتائب الجيش الشعبي لدخول المدينة عبر مدخلها من ناحية كلو وغرغسم. وانتهت المعارك بخسائر فادحة للجيش الشعبي بسبب التفوق الإثيوبي الجوي والمدفعي.
إضافة إلى الطبيعة المنبسطة للأرض، وظلت المدينة بعيدة عن تأثيرات وأسلحة الجيش الشعبي. لكن في عام 1990 قررت قيادة الجبهة الشعبية فتح جبهتين لتحرير المدينة، جبهة برية وجبهة بحرية، على أن تقوم القوات البحرية الإريترية، والتي بدأ تأسيسها في عام 1987 في مهاجمة السفن والقطع الإثيوبية البحرية وإخراجها من المعركة. وبالفعل بدأ الهجوم البري متزامنا مع الهجوم البحري، واستطاعت القطع الخفيفة من قوات البحرية التابعة للجيش الشعبي مهاجمة السفن الإثيوبية وإجبرتها على الفرار تجاه عصب واليمن، بينما استطاعت إغراق قطع بحرية أخرى في الميناء. وهنا بدأت معنويات الجيش الإثيوبي في التدهور، وبدأ الهجوم البري تجاه جرار، واستمر حتى ساعات متأخرة من اليوم. ودارت أهم معارك الدبابات بالقرب من مصنع الثلج في مدخل طوالوت، وهنا بدأ الجيش الإثيوبي في التضعضع، وبدأ جنوده في الاستسلام. وسجلت الكاميرات توثيقا لعملية فنقل البطولية وأرخت لها بصور تاريخية. على الفور قام سلاح الطيران الإثيوبي بمحاولة يائسة لتغيير موازين القوى، وذلك بقصف المدنيين في المدينة وإجبارهم على الهروب، ومحاولة التأثير على معنويات الجيش الشعبي بقتل وترويع المدنيين. ولكن النتيجة كانت معكوسة، حيث استمرت الضربة حتى التحرير الكامل للمدينة، وهو الذي سجل بأحرف من نور في تاريخ بطولات الشعب الإريتري العظيم. هذه إذاعة إرنا. اليوم مضى 30 عاما على ذلك التاريخ المجيد للمدينة، وتحررت المدينة، ولكن البلاد لا زالت تبحث عن تحرير، فلقد تم جلاء المستعمر الغاشم عن ترابها ومائها وسمائها، ولكن الظلم لا يزال يكبلها، ولا يزال أبنائها في المهاجر. المزيد منهم يهاجر تاركا المال والعيال والأهل بحثا عن حياة أخرى في أوطان بديلة. تحدثت مآثرنا عن تحرير الأرض، ولكنها لم تتحدث ولم تنطق بعد حول تحرير الإنسان من ربقة الخوف والاستعباد والذل، وأن بطولة عملية فنقل لم تذهب هدرا، لأنها حررت المدينة من العداء. ولكن اليوم تحتاج البلاد إلى روح أبطال عملية فنقل ليحرروا الإنسان الإريتري من عبودية الدكتاتورية. وسوف تظل عملية فنقل ملهما لعظمة الشعب الإريتري. المجد والخلود لشهداء الشعب الإريتري الأماجد في أزهى ملاحم البطولات التي سطروها في التاريخ. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل في الجزء الأول إلى تقرير حول عملية فنقل الشهيرة وإحياء الذكرى 30 لتحرير مدينة مصوع. ونستمر معكم في تقديم فقرات برنامج تعليق على الحدث لهذا اليوم، ونقدم لكم تقريرا حول القمة 33 لزعماء القارة الأفريقية، والتي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. تستمر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات القمة 33 لرؤساء الحكومات والدول الأفريقية، وهي القمة التي بدأت الأسبوع الماضي باجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس الدورة الحالية للقمة الأفريقية. وعادة ما تسبق اجتماعات المجلس التنفيذي قمة الرؤساء، وهي الاجتماعات التي تحدد بنود القمة ومواضيعها، وتعقد القمة تحت شعار صمت البنادق من أجل خلق بيئة صالحة للتنمية في أفريقيا. وأهداف هذه القمة هي خلق قارة خالية من النزاعات، ومنع الإبادة الجماعية بكافة صورها، وتحقيق السلام المستدام بمنع الحروب والنزاعات، والقضاء على الحروب الأهلية، ومكافحة العنف ضد المرأة، وذلك في أجندة طويلة المدى حتى سنة 2063. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. والمجلس التنفيذي قد مهدت للقمة بحضور المفوضين المختصين في الاتحاد الأفريقي وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والإنسانية، وركزت الأجندة الأساسية على مكافحة الفقر، بحكم أنه سبب كل الشرور،
وركز الاجتماع كذلك على مسائل مكافحة المظالم التاريخية والتغير المناخي والفساد والحكم غير الرشيد والنزاعات الناشبة بعد الانتخابات. وتحدث موسى فكي الأمين العام للاتحاد الأفريقي في مفتتح الاجتماع، وقال بأنه يأمل أن يعمل قادة الدول الأفريقية هذا العام على أجندة تخليص القارة الأفريقية من مشاكلها بعزيمة وإصرار وروح البان أفريكانيزم. وقال بأن القارة تشهد حروبا جهادية وإرهابية وموجات تهجير وقتل السكان المدنيين، لذلك قمنا بإطلاق مبادرة إسكات البنادق والعمل من أجل التنمية. وأشاد الأمين العام للاتحاد الأفريقي أيضا بالخطوات التي اتخذت في محاكمة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري وتقديمه للعدالة كبادرة جديدة في أفريقيا. وسوف تختتم القمة مساء اليوم بإصدار البيان الختامي لرؤساء حكومات الدول الأفريقية حول أجندة 2063. هذه إذاعة إرنا. للأسف تكملة للقمم السابقة، فهنا لا تعلم الشعوب الأفريقية بأن قادتها يجتمعون في إثيوبيا، والكثير منهم مشغول بحياته المأساوية عن لقاءات الزعماء والرؤساء، وذلك بسبب القليل المنتظر منها وتضييع الجهد والمال والوقت في مؤتمرات لا تحقق طائل ملموس للشعوب الأفريقية، وكذلك البعد بين القيادات الأفريقية وشعوبها. كل ذلك مرده إلى أن الزعامات الأفريقية تعمل بفوقية ولا تفكر في إشراك الشعوب في مبادراتها، لذلك تأتي معظم قراراتها واجتماعاتها بدون فائدة تذكر. وما لم يغير الاتحاد الأفريقي طريقة تفكيره وعمله، فإن القمم والاجتماعات سوف تظل دوما حبرا على ورق. استمعتم في الجزء الثاني مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى تقرير حول القمة الأفريقية 33 في أديس أبابا ومخرجاتها المتوقعة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وبذلك نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا، وقبل الختام أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الاحتفال بالذكرى 30 لملحمة تحرير مدينة مصوعة التاريخية. يحتفل الإريتريين اليوم في الداخل والمهجر بالذكرى 30 لتحرير مدينة مصوعة، والتي تصادف سنويا 10 من فبراير من كل عام. ففي مثل هذا اليوم من عام 1990 قامت وحدات من الجيش الشعبي والقوات البحرية الإريترية بشن هجوم بري وبحري على القوات الإثيوبية المتمركزة في مدينة مصوع تحت اسم عملية فنقل، والتي تعني الاقتلاع باللغة العربية. وانتهت هذه العملية بإحراق مقر القوات البحرية الإثيوبية في جرار وتدمير القوات البحرية الإثيوبية وتحرير المدينة، وهو الأمر الذي فتح الطريق أمام تحرير المدن الأخرى كعصب وأسمرة وجلاء الاستعمار الإثيوبي من إريتريا في مايو من عام 1991. قمة رؤساء الحكومات والدول الأفريقية تتواصل في أديس أبابا. بدأت في يوم الخميس الماضي الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية لرؤساء الحكومات وزعماء الدول الأفارقة، والتي بدأت يوم أمس الأحد وتتواصل اليوم، وهي القمة 33 لزعماء الأفارقة. وتعقد هذه القمة تحت شعار إخراس البنادق من أجل قارة خالية من النزاعات. تباين التداعيات في العاصمة السودانية حول لقاء البرهان نتنياهو. أفاد موقع بوابة أفريقيا الإخباري المتخصص في الشأن الأفريقي بأن المتحدث باسم الحكومة الانتقالية السودانية فيصل محمد صالح أكد أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمبادرة شخصية ولم يستشر أحدا من أعضاء الحكومة. الحكم على إريتريين 2 بالسجن لمدة 12 عاما على خلفية قتل مهاجر سوداني في فرنسا. حكمت محكمة في شمال فرنسا في 5 من الشهر الجاري على إريتريين 2 بالسجن لمدة 12 عاما على خلفية شجار أدى إلى قتل مهاجر سوداني طعنا بالسكين. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الجناه في معسكر الغابة الشهير
في مدينة كاليه في أكتوبر من عام 2016، حيث اندلع شجار بين مهاجرين سودانيين وإريتريين واستخدمت فيه العصي والسكاكين، حيث تم طعن مهاجر سوداني وتوفي في المستشفى وقبض على الجناة، واستمرت محاكمتهم حتى فبراير الجاري، حيث صدر الحكم عليهما بالسجن، والرجلان في الثلاثينات من العمر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بهذا الموجز مستمعي ومستمعات الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام مستمعي ومستمعات الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.